الترتيب والإحصائيات الحالية. العين لعب 16 مباراة، 38 نقطة، ويحتل المركز الثاني في الدوري الإماراتي. بنياس لعب 15 مباراة، 11 نقطة، ويحتل المركز الرابع عشر الأخير. الأداء والفوارق بين الفريقين. لو بتحب كورة، اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. العين فريق قوي هذا الموسم، يتواجد في المراكز الأولى ويحقق نتائج جيدة، ويسعى دائما للمنافسة على اللقب. بنياس يعاني هذا الموسم بشكل واضح، وضعف نتائجه ظهر في الهزائم المتكررة وقلة الأهداف. أداء العين هذا الموسم. العين يمتلك واحد من أفضل خطوط الهجوم والدفاع في الدوري، ويتميز بالضغط المبكر والاستحواذ على الكرة، مع قدرة على التحول السريع للهجوم. الفريق قادر على السيطرة على مجريات اللعب، خصوصا في الشوط الأول، ويستغل الفرص بشكل جيد. في اللقاءات السابقة بين الفريقين، العين فاز غالبا بفارق كبير، مثلا 4-0 في آخر مواجهة، مما يعطيه تفوقا نفسيا واضحا على بنياس. لو بتحب كورة، اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. أداء بنياس هذا الموسم. بنياس يعاني من ضعف هجومي واضح، إذ استرجلت في تسجيل الأهداف مؤخرا، وسجل معدل منخفض جدا في الوقت الذي تظهر تحركاته هفوات دفاعية أمام الهجمات المنظمة. الفريق يدخل اللقاء تحت ضغط كبير بسبب نتائجه السيئة وترتيبه المتأخر، ما يجعله أقل قدرة على تحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم متصدر. الوجهة الفنية للمباراة. لو بتحب كورة، اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. العين يتوقع أن يبدأ المباراة بضغط هجومي منذ البداية، محاولا التسجيل مبكرا وكسر بدائية دفاعات بنياس. تكتيك العين يعتمد على التحول إلى الهجوم بسرعة بعد الاستحواذ وتنويع الهجمات من الأطراف والعمق. بنياس ربما يعتمد على الاستقرار الدفاعي ومحاولة استغلال الهجمات المرتدة، لكن أمام دفاع قوي مثل العين من الصعب أن يتحقق هذا السيناريو كثيرا. الخلاصة والتوقعات. العين الأقرب للفوز نظرا لي نتائجه القوية في الدوري، التفوق التاريخي في المواجهات المباشرة، الأداء الجماعي المتوازن. بنياس يواجه صعوبة في تحقيق نتيجة إيجابية بسبب ضعف الهجوم وقلة الفعالية أمام المرمى، تذبذب النتائج وعدم استقرار الأداء، الضغط النفسي بسبب وقوعه في نهاية الترتيب. توقع عام: فوز العين بنتيجة مريحة مع تسجيل أكثر من هدف، مع قدرة بنياس على محاولة تسجيل هدف من هجمة مرتدة، لكن الاحتمالية أقل بكثير مقارنة بالعين على الفوز. تحليل مبني على الأداء التاريخي والإحصائيات المتاحة من المواجهات السابقة والترتيب الحالي في الدوري الإماراتي. هل تروق لك هذه الشخصية؟